هسألك سؤال بصراحة، لو حد قالك دلوقتي مين أشهر عربية جي دي ام في التاريخ، مين أول اسم هيجي في دماغك؟ غالبا التويوتا سوبرا ام كي 4، العربية اللي بقت أيقونة واللي اتعمل عنها آلاف الفيديوهات، اللي أي حد بيحب العربيات عارف قصتها وعارف مواصفاتها وعارف موتورها قبل ما يعرف مواصفات عربيته هو. 2 جي زي، توين تيربو، بول ووكر، سباقات، صوت، شكل، الصورة اللي اتزرعت في دماغنا من زمان. بس خليني أكون واضح معاك من الأول، أنا بحب السوبرا وبقدرها وبشوف إنها عربية مهمة جدا في تاريخ اليابان، بس في نفس الوقت عمري ما اقتنعت إنها أحسن عربية في جيلها. احنا اتربينا نسمع انها الملكة وانها مفيش زيها وان اي عربية تانية جي دي ام جنبها كانت اضعف واقل وملهاش قيمة قدامها. بس هل الكلام ده مظبوط ولا احنا خدناه زي ما هو من غير ما نفكر؟ ولو رجعنا مع بعض لاواخر التسعينات وبداية الالفينات هنلاقي ان الساحة كانت مليانة منافسين اقوياء جدا. نيسان الار 34 اللي كانت بتكسب السباقات، الايفو اللي كانت مسيطرة على سباقات الرالي، والمازدا الار اكس 7 كانت اخف وامتع في السواقة. بس في نفس الوقت كان في عربيات اوروبيه بتقدم اداء اعلى وتكنولوجيا اقوى بكتير. يعني السوبرا ما كانتش لوحدها وما كانتش الوحيده ولا كانت دايما الاسرع، بس رغم كل ده هي اللي بقت الاسطوره، وهي اللي الناس فضلت تتكلم عنها، وهي اللي فضلت عايشه في دماغنا لحد النهارده. تفتكر ليه؟ عشان موتور مثلا، ولا عشان بتتحمل التعديل، ولا عشان طلعت في فاست اند فيريوس، ولا عشان صوره حفروها في الذاكره بتاعتنا، ولا عشان حبينا نصدق انها مختلفه؟ النهارده انا مش جاي اهاجم السوبرا ومش جاي اقلل منها ومش جاي اقول لك ما تحبهاش، انا جاي اتكلم معاك بكل هدوء وبمنطق من غير مبالغه ولا تحيز. هل فعلا السوبرا ام كي 4 تستاهل المكانه اللي وصلت لها، ولا سمعتها كبرت اكتر من حقيقتها؟ وهل هي اسطوره بسبب اللي كانت عليه ولا بسبب اللي اتحكى عنها؟ تعال نرجع للزمن شويه ونفهم القصه من الاول. التويوتا سوبرا ام كي 4 كانت عربيه جامده فعلا، وده ما فيهوش اي نقاش. وما كانتش جامده علشان الناس بتحبها وبس، لا هي كانت جامده من ناحيه الهندسه والتصنيع، واهم حاجه فيها الانجن ال2 جي زي. الموتور ده لوحده حكايه، 6 سلندر توين تيربو معمول عشان يتحمل الضغط العالي، ناس كتير وصلت بيه ل 700 و800 وعدت ال1000 حصان كمان. في التسعينات الكلام ده كان حاجه مجنونه، يعني في وقت كان اغلب العربيات بتفرح بال 250 وبال 300 حصان، انت يا معلم كنت بتعدي ال1000 حصان عادي. والسوبرا كانت مستعده تدخل في ارقام اكبر كمان من ال1000 ومن 1500 حصان. غير كده عندك الجير بوكس مانيوال محترم، شاسيه بتاع العربيه تحفه. يعني العربيه ما كانتش موتور وخلاص، هي كانت باكج كامل، وعلشان كده الناس حبتها، مش بس بسبب فيلم فاست اند فيوريوس، لا لانها كانت تستاهل الاحترام فعلا. بس خلينا نهدي شويه اللعب كده ونرجع لوقتها الحقيقي. لو رجعنا الفتره من 97 لحد 2001، السوبرا ما كانتش الملكه بتاعت السوق زي ما احنا كنا فاكرين. كانت عربيه غاليه في وقتها، تقيله ومش عمليه قوي وبتشرب بنزين كتير، يعني كانت مناسبة لفئة معينة من الناس. ومبيعاتها في أمريكا كانت قليلة جدا، وفي اليابان كانت موجودة بس مش هي النجمة الأولى. الناس وقتها ما كانتش بتجري عليها زي دلوقتي، وقتها كان فيه وحوش حقيقية. عندك مثلا النيسان الار 34، دفع رباعي، تحكم عالي، تكنولوجي كانت متقدمه جدا على وقتها، وعلى حلبات العربيه دي كانت مرعبه. وفي الملفات بقى يا سيدي حدث ولا حرج. وعندك الايفو والاس تي اي، ناس كتير بتستهين بيهم، بس دول كانوا اخف واسرع في الطرق عامه من السوبرا. اما بقى بالنسبه للار اكس 7 كانت مدرسه في السواقه، خفيفه، توازن ممتاز. السوبرا كانت اسرع في الستريت لاين، بس في الاحساس والسواقه الار اكس 7 كانت ممتعه اكتر بكتير. وحتى في اوروبا عندك الام 3 الاي 46، عربيه مش طبيعيه، جاهزه وهتسد معاك في اي حاجه، سباقات شغال، درافتنج يلا بينا، حلبات دي لعبتها. وعلى تراك النيربرجرينج كانت بتسجل ارقام قويه جدا. يعني باختصار السوبرا ما كانتش الافضل في الحلبات، كانت قويه بس مش الملكه في كل حاجه. طب ليه بقى هي اللي اتشهرت بالشكل ده؟ اول سبب فيلم فاست اند فيوريوس، بول ووكر والسوبرا ام كي 4 اللي كان لونها اورنج، والسباق والدراما، جيل كامل اتعلق بالصوره دي. وتاني سبب الالعاب، نيد فور سبيد، جران توريزمو، ميد نايت كلاب، كلنا لعبنا بالسوبرا في الالعاب دي. وتالت سبب طبعا التعديل، انت سهل عليك تعدل التو جي زي، قطع غيار كانت متوفره، كل الورش كانت فاهمه الموتور ده، فبقت عربيه احلام لاي حد عايز يعدل. تعال بقى لزماننا دلوقتي هتلاقي السوبرا ب 200 و300 الف دولار. طب ليه؟ علشان الاسم والتاريخ والندره، ناس كتير بقت تشتري حلم. اما بقى رايي انا بصراحه، انا بحب السوبرا وبحب صوتها وشكلها وتاريخها، بس عمري ما شفتها اعظم جي دي ام في التاريخ. انا شايف بصراحه ان الار 34 تستاهل، الايفو تستاهل، الار اكس 7 تستاهل. السوبرا كانت قويه طب السوبرا كانت اسطوره اكيد. طب السوبرا كانت افضل عربيه فيهم؟ الحقيقه لا، انا بحب العربيه اللي تحسسني وانا سايق، مش اللي تتشير في الالعاب.
وبحب اللي تكسب في الواقع مش على الشاشة. وفي النهاية خليني اقولك حاجة بصراحة، السوبرا مش كذبة ومش وهم، وفي الحقيقة هي مش عربية الناس كبرتها على الفاضي، هي عربية كبيرة فعلا ليها تاريخ وليها اسمها وليها احترام في عالم العربيات. بس المشكلة مش في السوبرا نفسها، المشكلة فينا احنا اللي خليناها حاجة فوق النقد، حاجة ما ينفعش نتناقش فيها، ولو قلت رأيك الناس تزعل، ولو انتقدت العربية ديت تبقى ما بتفهمش حاجة في العربيات. مع ان العربيات في الاصل اتعملت عشان تتساق وعشان تتحب وعشان نستمتع بيها، مش عشان نحطها في اطار كده ونبص لها من بعيد. السوبرا نجحت في الافلام ونجحت في السوشيال ميديا ونجحت في انها تحبب ناس كتير قوي ليها، بس في نفس الوقت كان في عربيات تانية بتشتغل بجد على الحلبات وفي السباقات وفي الاختبارات الحقيقية. زي ما قلت لكم الام 3 اي 46 عربية كانت مرعبة في وقتها، توازن سواقة تحكم، عربية معمولة عشان تتساق صح. ونجاح العربية دي كان في البرفورمانس بتاعها، ناس كتير نسيت العربية ديت وده كان ظلم كبير ليها. وانا هنا مش جاي اقلل من السوبرا ولا جاي اقول لك انها مش مهمة ولا اقول لك ان هي مش اسطورة، لا انا بس بحاول احطها في مكانها الطبيعي. عربية فعلا عظيمة واستجيل عظيم، ولو انت بتحبها فده براحتك تماما، رأيك الشخصي، اتفرج واحلم بيها. بس خليك فاهم حاجة واحدة، حبك العربية مش معناه انه ينسيك باقي التاريخ. احلى حاجة في عالم العربيات انه مليان اختلافات، كل واحد ليه ذوق وكل واحد ليه العربية اللي بيحبها وكل واحد ليه قصة مع موديل معين، سواء بتحب السوبرا او الام 3 او الار 34 او الايفو او الار اكس 7، كلهم ابطال وكلهم ليهم قيمتهم وكلهم سابوا بصمتهم بطريقتهم.